الليدرشيب او القياده بتبتدي بفريقك وتنتهي بفريقك. الليدرشيب موجوده عشان تطوير وتحسين الفرق في الاساس، وعشان في الاخر نحسن الانتاج ونوصل للستاندرد ميجرز والنمبرز اللي احنا حاطينها لنفسنا او حتى نعديها. فانت لو فاكر ان لو عندك موظف مش بيأدي بالشكل المطلوب، اول حاجه تفكر فيها انك تمشيه وتجيب غيره، اعرف ان دي بدايه نهايتك كقائد فريق. لان الليدر دوره انه يعلم ويكوتش، شغله الاساسي الموتيفيشن او التحفيز والانسبيريشن الالهام. لو فريقك في الاصل كلهم شاطرين وعارفين طريقهم، فانت دورك هنا ما بقاش موجود. التحدي انك تحول موظف لسه متعثر لحد ناجح وفيوتشر ليدر. دورك مش تقييم الاداء، دورك تحسين الاداء الاول. تقول للموظف بتاعك ايه الصح، بيتعمل ازاي، وتدي فرص، وتأكد انك هتعيد كلامك كتير وده عادي. وافتكر لما كنت في اول طريقك اكيد حصل حاجه من الاتنين، يا لقيت المساعده والقائد الشاطر فما تحرمش فريقك من ده، او ما لقيتش المساعده ولا القائد الشاطر فما تكررش الغلط والمعاناه. الليدر هو جزء من الفريق، فما ينفعش تكون ضدهم مع الاداره العليا. المفروض ان انت صوتهم وتحاول تحقق لهم طلباتهم ما دام منطقيه، وتبذل مجهود عشانهم. خليك فاكر ان المنصب ليه هيبه، وكمان السالري بيكون افضل، وده بسبب ان المفروض شغلك فيه مجهود اكبر ومختلف، والمفروض ان عندك خبره تقود الفريق للنجاح. هو المنصب تقدير ليك ولخبرتك ومجهودك السابق، بس ما تنساش مجهودك اللي جاي اللي المفروض يكون احسن من اللي فات. انا دينا حسن and this is the Vertex Egypt.